لو لسه بادئ في الجيم او خايف تبدا، يبقى الفيديو ده معمول عشانك. هنا مش هديك نصايح عامه وخلاص، لا هفهمك كل حاجه وكانك بتسمع من اخوك اللي مر بنفس تجربتك وفاهمك كويس قوي. اعتبره كلام من القلب للقلب. ومن غير كلام كتير يلا بينا نخش في الفيديو ونكتشف مع بعض ايه الخمس نصايح الذهبيه اللي محدش هيقولك عليها لكن هتكتشف ان هي مهمه. ونبدأ بقى يا معلم في النصيحة الأولى، وهي تحديد الهدف. ومش أي تحديد هدف، لازم تحدد أكلك وتمارينك وشكلك والفترة والسبب. يعني مثلا لو السبب إن أنت تخين وعايز تخس، والفترة إن أنت عايز تفضل تتمرن طول عمرك عشان يفضل عندك صحة كويسة وجسم كويس، والشكل إن أنت عايز توصل لشيب مظبوط وشكل، هتلاقي تلقائيا إن أكلك فيه عجز في السعرات وفي نسبة بروتين عالية عشان تزيد عضلات وتخس في نفس الوقت. وهتلاقي إن شدة تمرينك عالية بفوليوم قليل عشان تحرق أكبر عدد سعرات، وكارديو بتاعك كتير جدا. فتلقائيا الهدف هو أكلك وشكلك وتمرينك والفترة والسبب. نظمهم يا معلم واكتبهم في ورقه قدامك كده، واكتب تحت كل حاجه السبب اللي انت عايز تخش ليه الجيم. اكتب اكلك، اكتب هدفك، اكتب المده اللي انت عايزها. والجيم مش شهر او شهرين، مش سنه حتى، مش تحقيق هدف ان انت عايز تخس او عايز تزيد او عايز تحل مشكله عندك. الجيم اسلوب حياه، ولو بدأته صح ودخلته صح صدقني هتكتشف ان دي من افضل الحاجات اللي انت عملتها في حياتك. وكده نبقى خلصنا النصيحه الاولى يا معلم، وهي الهدف. وهتبدأ بقى ان انت تكتب كل حاجه في الورقه بتاعتك، وتبدأ تكتب السبب تحت كل خانه، وتبدأ تحددهم وترسم لنفسك خط تمشي عليه، ويكون ده طول حياتك يا معلم، لان الجيم اسلوب حياه. وقبل بقى ما ندخل في الخطوه الثانيه، ما تنساش تروق عليا بلايك واشتراك، وتنزل تكتب في الكومنتات تحت هدفك، وتكتب تم على الخطوه اللي احنا عملناها، وتشير الفيديو لاي حد ممكن يحتاجه يا معلم. وتعالوا نخش بقى في الخطوه الثانيه. تاني حاجه وهي التهور او الاستعجال يا معلم. زي في ايام التمرين، لو سالت اي حد هيقول لك اتمرن من 3 ل 4 ايام في الاسبوع، وابدا درجهم على حسب هدفك او في الشده او في الاداء. انت ممكن دلوقتي تشيل وزن تقيل جدا وتقول ان الاداء اللي هيتحسن مع الوقت، بس اللي هيحصل مع الوقت ان انت هيجيلك اصابه، فانت لازم تاخدها بالتدريج وتشيل وزن معقول بالنسبه لك تقدر تعمل بيه الاداء الصح، ومع الوقت هيزيد وعضلاتك هتزيد وقوتك هتزيد. او مثلا في الشده ممكن تشيل اوزان تقيله وتوصل للفشل العضلي في كل حاجه، وتعمل مجموعات كتير وتغطي جسمك كله. دي ممكن تكون حاجات صح وممكن تكون حاجات غلط، بس لو صح هتكون صح للمحترف مش صح ليك انت. لازم تبدا بحاجات بسيطه، التمرين الاساسيه، شكل او شكلين لكل عضله بهدوء. انت حتى لو رحت لاي حد قلت له اعمل لي بروجرام، صدقني مش هيقول لك العب بوش بول ليج 6 ايام في الاسبوع 15 شكل لكل عضله، لا هياخدها معاك بالتدريج وممكن يديك البروجرام ده قدام. هنخش بقى في النصيحه الثالثه يا معلم، بس قبل ما اقول لك النصيحه الثالثه ما تنساش ان الاكل مهم جدا ولازم تظبط اكلك. وفي الايه اللي هتظهر لك فوق دي هسيب لك شويه فيديوهات ممكن تتفرج عليها، وصفات جامده جدا اللي انت تعمل بيها اكلك يا معلم. ونخش بقى في النصيحه الثالثه وهي التحفيز. وانت اول ما سمعتها ممكن تقوم وتقفل الفيديو دلوقتي، بس انا مش جاي اقول لك عن اي تحفيز، لا انا جاي اقول لك عن تحفيز من نوع اخر، ومشكله واجهتني ولسه بتواجهني ساعات لحد دلوقتي، بس بحاول اتغلب عليها. وهي ان لو حاجه باظت تلقائيا ببوظ كل حاجه. يعني لو في يوم ما اكلتش فيه كويس تلقائيا بتلاقيني ما اروحش التمرين واقول ما انا ما اكلتش كويس، او بسهر او بنام متاخر او مش بعمل الحاجات اللي ورايا. صدقني لو باظت حاجه، الحاجه الوحيده اللي انت تقدر تعملها حتى لو باظت على كذا يوم، الحاجه الوحيده اللي انت تقدر تعملها ان انت تلتزم على الباقي وتحاول تحسنها. وكمان لازم التحفيز في ان انت تكمل للنهايه. ولو حصلت اي حاجه خلتك تبعد عن المجال، لا خليك عنيد وصمم وكمل فيه. ولو لقيت النتائج اتاخرت فطبيعي يا معلم، هي ما اتاخرتش عليك لوحدك بل اتاخرت على كل الناس. حتى ممكن تبقى اتاخرت على واحد محترف انه عايز يتطور اكتر، بس برضه هي لازم تتاخر، لازم تيجي بالتعب، وصدقني كده هتبقى احسن. نخش بقى على النصيحه الرابعه يا معلم. وقبل ما نخش بقى في النصيحه الرابعه يا معلم، ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. والنصيحه الرابعه يا معلم هي سجل التفاصيل اللي ممكن حد يقول لك عليها بس انت تقول مش مهمه او مش مهمه دلوقتي. لا يا معلم، ده هي دي الحاجات اللي بتميز المبتدئ اللي هينجح عن المبتدئ اللي هيفشل. وهي مثلا زي وقت الراحه لازم تسجله ولازم تلتزم بيه، لازم تظبطه، مش تريح كده او تتكلم مع واحد صاحبك وبعدين تخش المجموعه الثانيه، لان وقت الراحه ده بيبقى مشكله كبيره قوي في التطور العضلي عند معظم الناس. والاكل لازم توزنه ولازم تسجله ولازم تعمل تدرج في زيادته او تدرج في قلته على حسب هدفك. مش بقول لك لازم توزن حاجه بالجرام والسحتوفه مع ان ده هيديك افضل النتائج، بس لازم على الاقل تسجل. حتى لو مثلا بمعلقه الرز، النهارده اكلت 10 معالق رز وانا عايز اخس، ممكن الاسبوع الجاي اكل 9 معالق. وكمان في الاوزان، فدي كانت مشكله عندي ان ما كنتش بسجل اوزاني وكنت بعتمد على ذاكرتي ودايما كنت بنسى. لازم تسجل اوزانك وعديتك ووقت راحتك عشان تحاول تتطور كل اسبوع. وصدقني التفاصيل دي بتفرق. انا مش بقول لك ان انت لازم تظبط كل حاجه بالسحتوفه، بس لازم على الاقل تجتهد وتحاول تسجل المواضيع دي وتصور نفسك وتوزن نفسك وتوزن كل يوم وتجمعهم وتقسمهم على 7 عشان يطلع لك المتوسط الاسبوعي. ودي ادق حاجه ممكن توزن بيها يا معلم. وممكن تعمل انبادي مره في الاسبوع وتشجع نفسك بالحاجات دي، وبرده دي هتفيدك قدام لان انت تعرف تطورك، تعرف انت لعبت الاسبوع اللي فات بكام، الاسبوع ده بكام. وبس كده يا معلم، كده خلصت النصيحه الرابعه. ما تنساش بقى تقول لي عايز الفيديو الجاي يكون عن ايه، وممكن بقى ننزل نصايح عمليه فعلا عن الاكل والجيم، مش النصايح بتاعه البدايه اللي هتخليك تبدا صح يا معلم. هننزل بقى نصايح عمليه عن تتمرن ايه وتاكل ايه.
وبس كده. تعال نخش بقى على النصيحه الخامسه يا معلم. النصيحه الخامسه يا معلم وهي ان انت لازم تسترجل في التمرين وفي الاكل وفي الراحه حتى. انا عارف ان كلنا ورانا مشاغل، انا عارف ان كلنا ورانا شغل ودراسة، انا عارف ان الاكل غالي، عارف ان كل حاجة صعبة دلوقتي، بس انت لازم تسترجل. مش مجرد تمرين، لا ده حاجة مهمة جدا، حاجة ممكن تغير حياتك بالكامل. ده مش مجرد حاجة بتغطي وقت او بتتسلى فيها او بتضيع وقت فيها او بتحاول تنسى حاجة فيها. دي مش حاجة مؤقتة، ده اسلوب حياة وحاجة هتفيدك. صدقني دي حاجه هتفيدك جدا. وكده نكون خلصنا الخمس نصايح. وفي النهايه يا معلم احب اقول لك ان انا مش مستر اولمبيا او مش حد عنده خبره كبيره جدا او مش بقالي كتير جدا بتمرن. انا كنت عايز اخلي النقطه دي في اول الفيديو بس انا خليتها دلوقتي عشان ما اطولش عليك. انا حد اصلا صغير في السن، مش بقالي كتير بتمرن، بس انا حديت بالحاجات دي والحاجات دي كانت على وشك ان هي تدمرني وتخليني ابطل اتمرن. فقلت لك ان دي نصيحه من حد زي اخوك مر بنفس تجربتك. وانا مش كاتب حتى الفيديو ده بسكريبت، انا بجد بقول لك اكتر حاجات ضايقتني، اكتر حاجات كانت صعبه عليا. نصايح لعقلك، اللي هو العقل اهم حاجه على فكره، هو ده اللي هيخليك تستمر. لو سالت اي حد غني ازاي يبقى غني، او لو سالت اي حد جسمه حلو ازاي يبقى جسمه حلو، او اي نجاح في الحياه هيقول لك العقليه بتاعتك. فانا حبيت اسهل عليك الطريق شويه واقول لك شويه اخطاء واجهتني. ولو انت شايف حاجه زياده انا ما قلتهاش ما تنساش تكتبها لي في التعليق. وصدقني انا مش بتفلسف عليك، وانا مش افضل حد ممكن يديك نصايح. وممكن تلاقي ناس طبعا عندها خبره اكتر مني وعامله جسم احسن مني، انا عامل جسم يرضيني وبحاول اتطور وبحاول ابقى افضل كل يوم، وده اللي انت المفروض تعمله. وبس كده يا معلم، ما احبش اطول عليك، وهيظهر لك فيديو في شاشه النهايه ما تنساش تشوفه، هيروق عليك جامد قوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.